بسم الله. التكامل بالتجزيء. انواع الامثله اللي ممكن تيجي في التكامل في التجزيء: عندك تكامل داله اسيه في كثيره حدود، وتكامل داله كثيره حدود في داله مثلثيه، وتكامل داله لوغاريتميه في داله كثيره حدود. دي انواع او الامثله اللي ممكن تيجي في التكامل بالتجزيء. لازم تحدد نوع التكامل عشان تقدر تحله. هنبص على مثال زي ده مثلا، هو حصل ضرب دالتين في بعض والدالتين مختلفين عن بعض، داله كثيره حدود وداله مثلثيه. نوع التكامل ده اسمه تكامل بالتجزيء. التكامل بالتجزيء هو انك بتشتق داله وبتكامل التانية، بس ما بتعملش اكتر من كده. وليكن هنشتق الداله اليو اللي هي 3 اكس ماينس 1، وهنكمل الداله اللي هي الساين 2 اكس. تمام. هنشتق اليو ب 3 اكس ماينس 1، نشتقها بكام؟ دي يو تساوي 3 دي اكس. الداله اللي هنكملها هي الساين 2 اكس. هنكملها ازاي؟ هتبقى دي في بتساوي تكامل الساين 2 اكس بالنسبة لدي اكس. تكامل الدي في بفي تكامل الساين سالب كوزاين الدالة اللي هي 2 اكس على مشتقة الزاوية اللي معاها دي اللي هي كام؟ اللي هي 2. بس كده. وهنضرب اليو في تكامل الدالة دي تبعا للقانون اللي بيقول يو دي في بتساوي اليو في ناقص تكامل الفي دي يو. تمام. هو ده التكامل اللي هنحل بيه كل التكامل بالتجزيء، او دي الصورة. طبعا تبعا للصورة التكامل دي القانون ده هنقدر نحل بيه اي تكامل بالتجزيء. تمام. احنا وصلنا لصورة ان احنا في دالة كملناها، دالة الفي اللي هي الدالة المثلثية، ودالة اشتقناها اللي هي الدالة كثيرة الحدود اللي هي 3 اكس ماينس 1. اشتقينا الدالة 3 اكس ماينس 1 اديت لك 3 دي اكس. تمام. وهتنسى الدي اكس دي عشان نستخدمها بعدين. بعد كده الفي هنكملها، هنكمل الساين 2 اكس تكامل الساين بسالب كوزاين، والزاوية زي ما هي على مشتقة الزاوية، مشتقة ال 2 اكس 2. تمام. هنضرب بقى اليو في الفي تبعا للقانون ده اهو. فين اليو؟ هي 3 اكس ماينس 1 في الفي. فين الفي؟ ماينس كوزاين 2 اكس على الاتنين. تبقى ازاي؟ هتبقى كده 3 اكس ماينس 1 دالة في الفي اللي هي سالب كوزاين 2 اكس، سالب كوزاين 2 اكس على الاتنين. بس كده؟ لا مش بس كده. بعد ما ضربنا اليو في الفي تبعا للقانون ده نحط ناقص بتاعة القانون، السالب بتاعة القانون اهي، في تكامل الفي في الدي يو. فين الفي؟ اهي سالب كوزاين 2 اكس على الاتنين. وفين الدي يو؟ ب3 دي اكس، ادي هي فايدة الدي اكس اهي، وهتنسى الدي اكس. تمام. ادي الصورة دي برضو وصلنا لان عاوزين نظبط الصورة دي. ادي الديو دي كده ناتج بالنسبة لنا، وتكامل او صورة بنعرف نكملها، وده اللي احنا بنعرف نكملها. ايه هي الدالة اللي بنعرف نكملها؟ اهي سالب تكامل السالب كوزاين 2 اكس على 2 في 3. عاوزين نظبط الصورة دي الاول. السالب كوزاين 2 اكس على 2 في 3 يبقى 3 في سالب كوزاين 2 اكس، طبعا والاثنين اللي هنا يبقى 3 على 2 دي اكس. طبعا التكامل ده، وهنا في سالب بره التكامل. السالب ده في السالب اللي جوه بموجب، يبقى صورة التكامل كالآتي. طبعا الناتج بتاعنا اللي هو اليو في اللي هو 3 اكس ماينس 1 في الفي اللي هي سالب كوزاين 2 اكس على 2 ناقص دي اللي اتحولت لموجب عشان ضربنا السالب ده في السالب اللي جوه التكامل، موجب تكامل
3 على الاتنين كوزاين 2 اكس بالنسبة لدي اكس. وصلنا لناتج اهو، وتكامل بنعرف او صورة بنعرف نكملها. طبعا اخر حاجة وصلنا لها الناتج والصورة اللي بنعرف نكملها. هننزل الناتج زي ما هو وهنكمل الصورة السهلة دي. هتبقى ننزل الناتج 3 اكس ناقص 1 في سالب كوزاين 2 اكس على الاتنين. 3 على الاتنين دي هنطلعها بره التكامل، يبقى 3 على الاتنين اهي في تكامل الكوزاين ساين 2 اكس على مشتقة الزاوية اللي هي 2 وبس على كده، زائد ثابت وهننسى ثابت التكامل. ودي الصورة النهائية للتكامل بالتجزيء. بس كده بقى.